بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لآخر جزء في الديزاين باترن، وهو جزء بيتكلم عن البيهيفير ديزاين باترن. نفتكر مع بعض سريعا، احنا اتكلمنا في أول فيديو عن الكرييشنال ديزاين باترن، وده كان مهتم بكرييت الأوبجكت. كان عندنا 3 أنواع: الفاكتور ميثود والبيلدر والسنجلتون. تاني كاتيجوري كان الاستراكشر، وده الفيديو اللي قبل دوت، وكان عبارة عن حاجتين: الادابتر والديكوريتور. النهارده وصلنا لاخر حاجه، البيهيفير ديزاين باترن. يعني ايه بيهيفير؟ من معنى الكلمه بيهيفير يعني السلوك. يعني انا بشوف سلوك الاوبجكت مع بعضها، يعني بشوف ازاي الاوبجكت دي بتتفاعل مع بعض. عندي 3: عندي الاوبزرفر، وعندي الاستراتيجي، وعندي التمبلت. من شكل الصوره كده انت هتفهم الديزاين باترن. اول حاجه الاوبزرفر، يعني انا مثلا عندي حد بيتكلم في ميكروفون واكتر من واحد بيسمع ليه، يبقى دوت واحد بيتكلم وده اكتر من حد بيسمع ليه. الاستراتيجي اكنك بتلعب شطرنج، عندك اكتر من الجوريزم، اكتر من حاجه بتعملها. التمبلت بيبقى عندك هيكل ثابت واكتر من حاجه بتطبق عليه. خلونا ده كده اوفر فيو سريعا. نبدا بقى نخش على كل واحد لوحده. اول حاجه الاوبزرفر باترن. يعني ايه اوبزرفر باترن؟ الاوبزرفر باترن هو باترن مهتم بحاله الاوبجكت، الستيت بتاعه الاوبجكت. انا مهتم بحاله الاوبجكت، ولو حصل بيجيت نوتيفاي لما بيحصل اي تغيير. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي حاجتين مهمين جدا، عندي حاجه اسمها اوبزرفر وعندي حاجه اسمها سبجكت. نفترض مثلا ان السبجكت ده الحاجه اللي بتتغير. ناخد مثال ونخليه يكمل معانا. السبجكت ده قناة اليوتيوب، تمام. الاوبزرفر ده المشتركين. فلما مثلا قناة اليوتيوب يحصل عليها اي تغيير، الاوبزرفر يجيله نوتيفيكيشن. فده كل فكرة الاوبزرفر، اللي انت عندك سبجكت واوبزرفر. العلاقة 1 تو ميني، اللي هو ال1 السبجكت، والميني اللي هو الاوبزرفر. تعالوا نشوف اليو ام ال بيقول لك انت عندك ابستراكت اوبزرفر اهو، تمام. ادي السبجكت بتاعك اهوت، ولازم يكون فيه لسته من الاوبزرفر. ما هو طبيعي، يعني مثلا قناه اليوتيوب بيبقى فيها اكتر من مشترك، فده السبجكت بتاعك. وده الاوبزرفر، دول الناس المشتركين. ممكن بقى يجي لهم نوتيفيكيشن. هنا بيتكلم في المثال اللي هنا في المحاضره، بيتكلم لك عن الباينري والاوكتال والهكسا. هنفهم الكود من هنا. اول حاجه احنا اتكلمنا الاوبزرفر، ان انت عندك اوبجكت، واي تغيير اي تغيير بيحصل الاوبجكت التانية بتبلغه. يعني مثلا يوتيوب تشانل، انت عندك قناه اليوتيوب، السبسكرايبر لما بينزل فيديو كلهم يتبلغوا. زي ما انت كده عامل سبسكرايب للقناه عندي، اول ما الفيديو بينزل بيجي لك نوتيفيكيشن. فلو مش عامل سبسكرايب، اقفل الفيديو وارجع اعمل سبسكرايب وارجع كمل تاني. خلينا نكمل. الاوبزرفر باترن، قلنا السبجكت الحاجه اللي بتتغير، تمام، دي قناه اليوتيوب. الاوبزرفر ده اللي بيراقب، يبقى العلاقه 1 تو مين. يبقى الفكره ان السبجكت ما بيعرفش تفاصيل الاوبزرفر بس بينادي. تعالوا بقى نفهم الكود واحده واحده. اول حاجه السبجكت، كلاس السبجكت اهو، ادي كلاس السبجكت اهو، دي القناه بتاعتي، تمام. جواها ايه؟ جواها اوبزرفر، جواها اكتر من مشترك، تمام. جواها الحاله بتاعتها. بعد كده بتقول له جيت ستيت وسيت ستيت. اللي انت جوه السيت ستيت بقى بتقول له نوتيفاي، فانكشن النوتيفاي. اتاتش ديت اللي انت بتضيف المشتركين بتوعك. طب نوتيفاي بتلف على مشترك مشترك وتعمل له ابديت. يبقى من الاخر جزء السبجكت انت عندك لسته من المشتركين، وعندك حاله القانون. هنا بترتند لحاله القانون. طب لما تيجي تحط الحاله السيت ستيت، بتعمل نوتيفاي لكل الاوبزرفر. طب انت هتجيبهم منين؟ هتعمل حاجه اسمها اتاتش، بتعمل اضافه اد للاوبزرفر، بتضيف الاوبزرفر عندك. بعد كده بتطبق فانكشن نوتيفاي، بتعمل فور اتش تلف على كل اوبزرفر، كل واحد لوحده، وتعمل له ابديت. طب الاوبزرفر بيجي منين؟ الاوبزرفر بياخد اوبجكت من السبجكت، وجواه فانكشن الابديت، تمام. عشان لما ننزل تحت يطبق فانكشن الابديت دي. يبقى الاوبزرفر بياخد اوبجكت من السبجكت. نيجي بقى الثلاث حالات بتوعهم. اول حاجه لو باينري، فانا هاكستند من الاوبزرفر، والاوبزرفر واخد اوبجكت من السبجكت. فهو هنا عمل كونستراكتور عادي جدا، وهنا عمل ابديت. الابديت هيبقى على جزء الباينري ويعمل جيت ستيت. طب لو اوكتال، نفس الكلام بالظبط، هيعمل امبلمنت الاوبزرفر، بعد كده يعمل ابديت هيعمل الاوكتال. طب لو هيكسا، نفس الكلام بالظبط. يبقى الخلاصه بتاعت الاوبزرفر ده، اللي انت بيبقى عندك سبجكت كبير وبيبقى عندك اكتر من مشترك اوبزرفر. الاوبزرفر دول يعني مثلا لو عاوز هيكسا، لو عاوز اوكتال، لو عاوز باينري، فده بيعمل اكستند لده. وبعد لما يحصل تغيير بيعمل ابديت. الابديت بيسمع هنا، بتعمل نوتيفاي كل ما يخص تيجي هنا بقى في المين، تاخد اوبجكت من السبجكت، لو عاوز مثلا هيكسا، لو عاوز اوكتال، لو عاوز باينري، وتحط الحاله بتاعتها.
ازاي تحفظها؟ ان الاوبزرفر بيبلغ اللي بيراقب لما الحاجه تتغير، اول ما يحصل تغيير يبلغه ان الحاجه اتغيرت. نخش على تاني نوع وهو الاستراتيجي. ده الكود اللي احنا لسه شايفينه. تاني نوع الاستراتيجي باترن. ايه هو الاستراتيجي باترن؟ بيقول لك باترن لما انت يكون عندك مالتيبل الجوريزم فور سبيسيفيك تاسك. يعني ايه؟ يعني انت عندك اكتر من الجوريزم في الران تايم. ايه الكلام؟ مثلا دلوقتي احنا في السورتنج مثلا خدنا في الداتا ستراكشر، انت بقى عندك اكتر من نوع من السورتنج. عندك مثلا بابل سورت، عندك ميرج سورت، كويك سورت. ده اكتر من نوع بيشتغل في الران تايم. فانت عندك اكتر من الجوريزم اللي بيعمل تاسك معين. هنا مثلا بيقول لك انت عندك الاستراتيجي بتعمل لها انترفيس. هنا مثلا عندك ايه؟ عندك الضرب وعندك الطرح وعندك الجمع. دي اكتر من الجوريزم بيحصل في نفس الوقت. تعالوا نفهم الكود من هنا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاستراتيجي بيقول لك انا عندي اكتر من الجوريزم، بختار انهي واحد وقت التشغيل. قال لك الاستراتيجي كل الجوريزم في كلاس لوحده. يعني مثلا الاد، الجمع والطرح والضرب. اول حاجه الانترفيس بتاعت الاستراتيجي ديت اللي بيبقى فيها اللي هي الفانكشن اوبريشن، اللي هي فانكشن اوبريشن اللي بتاخد رقمين، دي الانترفيس. عندك ثلاثه هيمبلمنتوا الانترفيس دي. اول حاجه الجمع، فالجمع دي لازم تطبق دي. طالما انت عملت امبلمنت الانترفيس لازم تعمل اوفر رايد على طول للفانكشن اللي جواه. فهنا هيجمع عادي، تمام، الاوبريشن الاولانيه جمع. طب هنا طرح، هيطرح عادي. طب هنا ضرب. بس الاول في الاول والاخر كلهم بيعملوا دو اوبريشن. بس دوت بيعمل جمع، دوت بيعمل طرح، دوت بيعمل ضرب. الكونتكست دوت بقى، الكونتكست ده ده جزء الاستراتيجي بتاعك. يعني انت بتخش اول حاجه بتخش عليه المين، بعد كده تسال الكونتكست ده. الكونتكست ده بياخد اوبجكت من الاستراتيجي اللي هو الانترفيس بتاعتك. فالكونتكست بتاعك اعتبره اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل الدو اوبريشن، بيعمل الاوبريشن اللي هي جوه الاستراتيجي. وبعد كده انت لما بتخش مثلا تقول له انا عاوز اعمل الاد، عاوز اعمل الطرح، عاوز اعمل المالتيبلاي. يبقى من الاخر الاستراتيجي باترن انت عندك انترفيس بيمبلمنت منها اكتر من حاجه، مره جمع، مره طرح، مره ضرب. والاستراتيجي ده بيخش بيستخدم الانترفيس دي، بياخد اوبجكت منه. خلاصه الاستراتيجي ان انت بتختار الخوارزميه الالجوريزم وقت التشغيل. اخر نوع عندنا وهو التمبلت باترن. التمبلت باترن بيقول لك اللي انت عندك ابستراكت كلاس. يعني انت عندك حاجه ثابته وتحتها بتعرف اكتر من حاجه. يعني ايه؟ انا عندي مثلا اللعبه معروف ان اي حد بيجي يلعب اي لعبه لازم اول حاجه يعمل انيشاليز للحاجات يعني مثلا انت بتلعب اي لعبه لازم تعمل انيشاليز، ولازم تبدا اللعب، ولازم تنهي اللعب، لازم يكون في بدايه ولازم يكون في نهايه. فدي حاجات ثابته. ولكن مثلا في الفوتبول انت هتطبقها بطريقه معينه. طب في لعبه الكريكت ديت هتطبقها بطريقه معينه. في لعبه مش عارف ايه هتطبقها بطريقه معينه. فدي فكره التمبلت باترن. بيقول لك اللي انت عندك خطوات ثابته بس التنفيذ مختلف من حاجه للتانيه. الميثود ده اللي هو الهيكل الثابت. عندك الجيم. ادي الجيم اهي. اي جيم بيبقى جواه ثلاث حاجات مهمين: الانيشاليز، الستارت، الاند. تعرف وتبدا وتنهي. طب البلاي مختلفه من فانكشن للتانيه. يعني مثلا في الكريكت ديت الانيشاليز مثلا بيبقى مثلا بتقول له كريكت جيم انيشاليز، انا هبدا للكريكت. البلاي هتقول له كريكت جيم ستارت، قصدي دي الستارت. الاند تقول له كريكت جيم فينيشد. خلاص انت طبقت على الكريكت. طب الفوتبول هيبقى نفس الكلام بس على الفوتبول. طب لما تيجي تدخل البرنامج بتاخد اوبجكت من الجيم. خد اوبجكت من ايه؟ الجيم، اللي هي الابستراكت اللي احنا عملناه في الاول خالص. وبعد كده بتقول له مثلا نيو كريكت مثلا، يبقى انا هطبق الكريكت. طب لو قلت له نيو فوتبول هيطبق الفوتبول. دوت التمبلت هيكل ثابت، التفاصيل بتتغير. يبقى الاوبزرفر بتبلغ اللي بيراقب، الاستراتيجي بتغير الخوارزميه وقت التشغيل، التمبلت خطوات ثابته بس التنفيذ مختلف. نيجي لجزء اهم جزء في الفيديو وهو جزء الخلاصه. خلاصه البيهيفير باترن. قلنا احنا بننظم التواصل ما بين الاوبجكت ووزع السلوك ما بينهم. يعني ايه؟ عندي ثلاث حاجات. الاوبزرفر انت بتنوتيفاي ميني اوبجكت اوتوماتيك. يعني انت عندك لما بيحصل تغيير، اتفقنا ان قناه اليوتيوب ده السبجكت بتاعي، المشتركين دول الاوبزرفر بتوعي. فلو اول ما بيحصل تغيير انت بيجي لهم نوتيفاي على طول. يبقى ايفنت وسبسكريبشن. 1 تو ماني، العلاقه 1 تو ماني. ال1 اللي هي القناه والمين اللي هم الناس المشتركين او يوتيوب سبسكرايب. او مثلا تشات اب ليسنر، يعني انت مثلا عامل ابلكيشن والناس مشتركين في الابلكيشن ده، فاول ما يحصل تغيير في الابلكيشن يجي لهم نوتيفيكيشن. تمام. وبتستخدم فانكشن اللي هي نوتيفاي اول. الاستراتيجي بيقول لك سويتش ما بين الالجوريزم بشكل دايناميك لما يكون عندك طرق مختلفه للتنفيذ. يعني مثلا عندك طرق الدفع، الكاش، فيزا، باي بال.
دلوقتي في حد هيجي يقول لي طب ما كده الاستراتيجي بقى زي الفاكتوري، ما احنا في الفاكتوري كنا بنقول برضو اللي احنا عندنا اكتر من طريقة، كاش وفيزا وباي باي. هقول لك لا، انت في الفاكتوري كنت بتخش بتشوف الشكل بس من بره، انت ما بتعرفش اليوزر ايه التفاصيل. لكن هنا الاستراتيجي انت بتعرف التفاصيل، يعني انا ببقى عارف تفاصيل الدفع، عارف تفاصيل الفودافون كاش، عارف تفاصيل الفيزا، عارف تفاصيل الكويك سورت، عارف تفاصيل الميرج. ليه؟ لان كل واحد مختلف عن التاني. يبقى الاستراتيجي بيبقى مهتم بالالجوريزم، بس مهتم بتفاصيل الالجوريزم. نرجع نكمل تاني معلش. احنا اتفقنا ان الاستراتيجي انت بتعمل سويتش ما بين الحاجه بشكل دايناميك، بس هنا بتعرف التفاصيل، يعني مثلا كويك بعرف التفاصيل، الميرج بعرف التفاصيل. ولكن في الفاكتور ميثود انا باخد، يعني انا بدي اليوزر بقول له انت هتدفع بطريقه كذا بس، لكن ما بقولوش التفاصيل. لكن هنا انا عارف التفاصيل. طب التمبلت بيقول لك البيرنت بتعرف عندك خطوات ثابته، ولكن التفاصيل مختلفه. يعني مثلا انت عندك الجيم بتبدا وتنتهي بستارت وبلاي واند، بس مختلفه من لعبه للتانيه. عندك مثلا وصفات الاكل مختلفه من اكله للتانيه. نيجي ال... الخمسه كيس ستادي. ثواني، متعملوش ثواني. تمام نكمل. هناخد خمسة كيس ستادي سريعا كده، زي الأسئلة اللي بتيجي، نظام الأسئلة اللي جت في الميد ترم. أول كيس ستادي بيقول لك إيه؟ بيقول لك بيمنت كالكوليشن سيستم. بيقول لك ان اونلاين شوبينج سيستم بيحسب الفاينل برايس، بيستخدم ديفرنت برايس استراتيجي. اول ما تلاقي كلمه استراتيجي بيقول لك مثلا بيستخدم الريجولار، ديسكاونت، البريميوم. فهو بيقول لك ايه؟ سيلكتد ات ران تايم. اول ما تلاقي ران تايم على طول استراتيجي باترن، يبقى استراتيجي باترن اكتر من الجوريزم بيتطبق في الران تايم. بيقول لك النافيجيشن اب بروفايد بيديك اكتر من طريق، شورتست، الفاستست، الافويد تول، يعني بيديك اكتر من واحد. يبقى دوت على طول ايه؟ الاستراتيجي باترن. بيقول لك بيقول لك ستوك ماركت هيعمل تغيير في الاسعار. فهو عنده الموبايل، عنده الكلاينت على الموبايل وعلى الويب، وبيقول لك ماست بي نوتيفايد لما يحصل تغيير. يبقى دوت الاوبزرفر. قلنا السبجكت هو الستوك، والاوبزرفر اللي هم الناس التانيين. بيقول لك نيو اجنسي بابلش، بيقول لك هتنشر حاجه وهيحصل ابديت. اول ما يحصل ابديت يبقى اوبزرفر على طول. بيقول لك ان اونلاين اوردر سيستم هيعمل شويه خطوات ثابته، فيكسد ستيبس، فاليديت، كالكوليت، بروسيس. بس الخطوات ديت هتختلف من اوردر للتاني، بس الاوفرال بروسيس هتبقى ثابته في نفس الوقت. يبقى ده التمبل. خلاصه التلاته بقى، خلاصه التلاته ان الاوبزرفر اللي انت عندك سبجكت واوبزرفر، بيحصل نوتيفيكيشن وبيحصل ابديت. الاستراتيجي بيحصل عندك اكتر من خطوه بتطبق، اكتر من الجوريزم في الران تايم. التمبلت خطوات ثابته بس التنفيذ مختلف من حاجه للتانيه. وكده نكون خلصنا الحمد لله الديزاين باترن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.